وكل سنة وانتم طيبين. في حلقة النهاردة هقول لكم قائمة مسلسلات رمضان 2024. بس قبل ما ابدأ واي حاجة بتمنى تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. نبدأ حلقتنا بالصلاة على النبي. 4-7 تاني مرة. أكشن! أول مسلسل معانا في حلقة النهاردة هو مسلسل العتاولة. مسلسل العتاولة هو هيكون من بطولة أحمد السقا، واللي بيعود للدراما بعد آخر مسلسل قدمه وهو مسلسل حرب، واللي كان في رمضان 2023. واحمد السقا قدم العديد من الاعمال الفنيه المهمه سواء في السينما او في الدراما. وكمان بيشارك احمد السقا بطوله مسلسل العتاوله طارق لطفي، واللي ايضا قدم كتير من الاعمال الفنيه المهمة، وكان اخرهم مسلسل مذكرات زوج، واللي كان في رمضان 2023. وهيشارك في بطولة المسلسل باسم سمرة ومي كساب وغيرهم من الفنانين. ومسلسل العتاولة هتدور احداثه في اطار اجتماعي شعبي، والمسلسل هيكون من تأليف هشام هلال واخراج احمد خالد موسى. والمسلسل اللي بعديه معانا هو مسلسل صيد العقارب، والمسلسل هيكون من بطولة غادة عبد الرازق. وغادة عبد الرازق قدمت العديد من الاعمال الدرامية المهمة زي مسلسل حكاية حياة ومسلسل مع سبق الاصرار وغيرهم من المسلسلات الجيدة. ومسلسل صيد العقارب هتدور احداثه في اطار اجتماعي درامي، والمسلسل هيكون من تأليف باهر ديودار واخراج احمد حسن. والمسلسل اللي بعديه معانا هو مسلسل جري الوحوش، والمسلسل هيكون من بطولة نضال الشافعي ومحمود عبد المغني، والمسلسل هيكون من اخراج عبد العزيز حشاد. والمسلسل اللي بعديه معانا هو مسلسل امبراطورية ميم، ومسلسل امبراطورية ميم هيكون من بطولة خالد النبوي، واللي بيعود بيه للدراما بعد اخر مسلسل قدمه وهو مسلسل الامام الشافعي، واللي كان في رمضان 2023. واعتقد ان مسلسل امبراطورية ميم هيكون مسلسل جيد، وده لان خالد النبوي ممثل مهم وبيعرف يختار اعماله الفنية كويس جدا. والمسلسل هيكون مأخوذ عن رواية الكاتب إحسان عبد القدوس، وهيكون من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد سلامة. والمسلسل اللي بعديه هو مسلسل نعم الأفوكاتو، والمسلسل هيكون من بطولة مي عمر وأحمد زاهر، وهتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي درامي، والمسلسل هيكون من إخراج محمد سامي. والمسلسل اللي بعديه هو مسلسل عتبات البهجة، وهو هيكون من بطولة يحيى الفخراني. ويحيى الفخراني من وجهة نظري هو من أهم الفنانين في تاريخ الدراما المصرية، وده لأنه قدم أعمال الدراما مهمة جدا زي عباس الأبيض في اليوم الأسود ويتربى في عزه وونوس وغيرهم من الأعمال الفنية المهمة. وهتشارك يحيى الفخراني بطولة المسلسل جمانة مراد. ومسلسل عتبات البهجة عدد حلقاته هتكون 15 حلقة، والمسلسل هيكون من إخراج مجدي أبو عميرة. والمسلسل اللي بعديه معانا هو مسلسل صلة رحم، وهو هيكون من بطولة إياد نصار ورهام عبد الغفور. والمسلسل هتدور أحداثه في إطار اجتماعي. ومسلسل صلة رحم هو هيكون من تأليف محمد هشام عبية وإخراج تامر نادي. والمسلسل اللي بعديه معانا هو مسلسل الحشاشين، والمسلسل هيكون من بطولة كريم عبد العزيز، واللي بيعود بيه للدراما بعد آخر مسلسل قدمه وهو مسلسل الاختيار الجزء الثالث، واللي كان في رمضان 2022. وكريم عبد العزيز قدم كتير من الأعمال الفنية المهمة سواء في السينما أو في الدراما، والأعمال دي قدرت تحقق نجاح عند الجمهور. وبيشارك كريم عبد العزيز بطولة المسلسل فتحي عبد الوهاب، واللي أعتقد هيكون إضافة للمسلسل، وده لأنه ممثل مهم وبيعرف يختار ورق كويس جدا. والمسلسل هتدور أحداثه في إطار تاريخي، بالتحديد في القرن ال11 الميلادي. والمسلسل هيحكي عن جماعة الحشاشين، والمسلسل هيكون من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي. والمسلسل اللي بعديه معانا هو مسلسل فراولة، والمسلسل هيكون من بطولة نيلي كريم، وهتجسد نيلي كريم خلال أحداث المسلسل شخصية بنفس عنوان المسلسل. والمسلسل اللي بعديه معانا هو مسلسل بيت الرفاعي، وهو هيكون من بطولة أمير كرارة، واللي بيعود للدراما بعد آخر مسلسل قدمه وهو مسلسل سوق الكانتو، واللي كان في رمضان 2023. وهيشارك في بطولة المسلسل أحمد رزق وسيد رجب وغيرهم من الفنانين. والمسلسل هيكون من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال. والمسلسل اللي بعديه معانا هو مسلسل المعلم، وهو هيكون من بطولة مصطفى شعبان، واللي بيعود للدراما بعد آخر مسلسل قدمه وهو مسلسل بابا المجال، واللي كان في رمضان 2023. وهيشارك مصطفى شعبان بطولة المسلسل سهر الصايغ وأحمد بدير وغيرهم من الفنانين. والمسلسل هتدور أحداثه في إطار شعب اجتماعي. والمسلسل اللي بعديه هو مسلسل الكبير قوي الجزء الثامن، والمسلسل هيكون من بطولة احمد مكي، واللي بيعود للدراما بعد تقديمه للجزء السابع من مسلسل الكبير قوي في رمضان 2023.
23. وبيشارك احمد مكي بطولة المسلسل بيومي فؤاد ومحمد سلام وحاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، والمسلسل من اخراج احمد الجندي. والمسلسل اللي بعديه هو مسلسل 220 يوم، وهو هيكون من بطولة كريم فهمي وصبا مبارك، وهتدور احداث المسلسل في اطار اجتماعي رومانسي، وعدد حلقات المسلسل هتكون 15 حلقة. والمسلسل اللي بعديه معانا هو مسلسل حق عرب، والمسلسل هيكون من بطولة احمد العوضي، واللي بيعود بيه للدراما بعد اخر مسلسل قدمه وهو مسلسل ضرب نار، واللي كان في رمضان الماضي. وبيشارك في بطولة المسلسل رياض الخولي ووفاء عامر. والمسلسل هيكون من تأليف محمود حمدان واخراج اسماعيل فاروق. والمسلسل اللي بعديه معانا هو مسلسل المداح الجزء الرابع، والمسلسل هيكون من بطولة حمادة هلال، واللي بيعود للدراما بعد تقديمه للجزء الثالث من مسلسل المداح في رمضان الماضي. وبيشارك في بطولة المسلسل هلا السعيد ودنيا عبد العزيز وغيرهم من الفنانين. والمسلسل هيكون من تأليف أمين جلال واخراج احمد سمير فرج. والمسلسل اللي بعديه معانا هو مسلسل الف ليله وليله، وهو هيكون من بطولة ياسر جلال، واللي بيعود للدراما بعد اخر مسلسل قدمه وهو مسلسل علاقة مشروعة. وبيشارك في بطولة المسلسل ياسمين رئيس وشيري عادل وغيرهم من الفنانين. والمسلسل هيكون من إخراج إسلام خيري. والمسلسل اللي بعديه معانا هو مسلسل غالية ب100 راجل، وهو هيكون من بطولة سمية الخشاب، وهتجسد سمية الخشاب خلال أحداث المسلسل دور غالية سائقة الميكروباص. والمسلسل هيكون من تأليف محمود حمدان وإخراج إبرام نشأت. والمسلسل الأخير معانا النهاردة في قائمة مسلسلات رمضان 2024 هو مسلسل الساعة 5، وهو هيكون من بطولة آسر ياسين. ودي كانت قائمة مسلسلات رمضان 2024. طبعا لسه في مسلسلات تانية أكيد هتشارك في سباق رمضان 2024، وأكيد هنتكلم عنها هنا على قناتكم قعدة سيما. اكتبوا لنا بقى كومنت وقولوا لنا ايه المسلسلات اللي هتشوفوها في رمضان 2024، وما تنسوش بقى لو عجبتكم الحلقة تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد هنا على قناتكم قعدة سيما. ودلوقتي بقى سلام.